الدنيا اتقلت خيرها جدا مع النادي الاهلي. انا كنت طالع اتكلم على ماتش الزمالك وشباب بلوزداد بكره، بس قبل ما اطلع واتكلم على ماتش الزمالك سمعت ان محمد الشناوي اتوقف 4 ماتشات. يعني ايه يا جماعه؟ ده حارس مرمى مصر الاول، ينفع يتوقف 4 ماتشات؟ يعني حسين الشحات يسب ويضرب لاعب ياخد ماتشين، ومحمد الشناوي يحاول، بس يحاول بامانه يضرب حكم ياخد 4 ماتشات؟ عيب قوي، ده حارس مرمى مصر الاول. قبل كده الشناوي افتكر اخد 4 ماتشات، طلع عليه احمد مجاهد وقال ما ينفعش ياخد 4 ماتشات، ده حارس مرمى مصر الاول، ما ينفعش يكون رايح يلعب مع النادي الاهلي في بطوله في كاس العالم للانديه ويتوقف 4 ماتشات. الناس بره تقول علينا ايه؟ يعني دلوقتي في كاس العالم يقولوا علينا ايه؟ بنوقف حارس منتخبنا الاول 4 ماتشات؟ اطلع علينا احمد مجاهد دلوقتي وخليهم ماتشين يا جماعه، حد يطلع ويقلل العقوبه. ازاي 4 ماتشات؟ عيب قوي لاعب من النادي الاهلي يتوقف 4 ماتشات. ده نادي المبادئ، ده نادي الاخلاق، ده نادي القيم، ده بياخدوا اللعيبه بتاعتنا عشان يربوهم ويخلوهم احسن واحسن، بأمارة كهربا وامام عاشور اللي بيقفل السكه في وشهم. يعني هم بقالهم يومين عمالين يغلوشوا على الموضوع ده ويقولوا التحكيم عشان من الماتش الجاي اي حكم هيحكم لهم يبقى عارف ايه اللي هيجراله. وبعد كل ده توقفوا الشناوي 4 ماتشات؟ لازم حد يطلع يا جماعه ويقلل العقوبه دي. ده حارس مرمى مصر الاول وحارس مرمى النادي الاهلي، نادي القيم والمبادئ اللي ما بيطلعش من اي لاعب عندهم العيبه ابدا. اما بقى بالنسبه لماتش الزمالك وشباب بلوزداد بكره، كل الدعم وكل التوفيق وكل خير ان شاء الله يحصل بكره. كابتن معتمد، اللعيبه انتوا رجاله، العبوا بكره راجل لراجل، 11 ضد 11. جمهور الزمالك مستنيكم في ماتش العوده، عايزين ماتش العوده نلعبه واحنا مرتاحين واحنا عاملين نتيجه بكره ايجابيه واحنا واقفين على رجلينا صح. موسم تاريخي انتوا اللي هتكتبوه بايديكم، الموسم التاريخي ما بيصنعوش الا رجاله. وكابتن معتمد ولاعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، واحنا اللي هنجيب البطولتين السنه دي، بطوله الكونفدراليه وان شاء الله بطوله الدوري. انتوا عديتوا صعب كتير السنه دي وعديتوه بانجاز، كملوا الانجاز للاخر، الانجاز هيتكتب بايديكوا انتوا رجاله نادي الزمالك. انا مش لاقي كلام اقوله على اللي حصل لغايه دلوقتي من تيم نادي الزمالك، جهاز فني ولاعبين والجمهور واقف في ظهركم، وان شاء الله مستنيينكم في لقاء العوده تكونوا عملتوا نتيجه كويسه بكره. انتوا تعبتوا وهتلاقوا كتير ان شاء الله بطوله الكونفدراليه باسم نادي الزمالك، ان شاء الله الدوري باسم نادي الزمالك، لاننا تعبنا كجمهور ولاعيبه وجهاز فني. والاداره كده كده نايمه ولا ليها دعوه باللي بيحصل ولا ليها دعوه بالعقوبات اللي نزلت على النادي الاهلي. كده كده مش هينزلوا اي حاجه لانهم ما لهمش دعوه باي حاجه. احنا اللي هنجيب البطولات دي، كلنا كجمهور مستنيين رجاله نادي الزمالك عشان نصعد لنهائي اغلى بطوله ان شاء الله هنحققها السنه دي.